ده الايفون 15 برو ماكس باللون التيتانيوم الطبيعي، وفي الفيديو ده هديكم انطباعاتي عنه بعد استخدام اول يومين، الحاجات اللي عجبتني، الحاجات اللي خدت بالي منها، والحاجات اللي انا هركز عليها عشان فيديو المراجعه. وطبعا هنقارن بينه وبين الايفون 14 برو ماكس، وفي اخر الفيديو هقول لكم انا شايف ايه احسن تليفون ممكن تختاره من عائله الايفون 15. بس الاول تعالوا نبتدي بتجربه الانبوكسنج. وهنا العلبه ما اتغيرتش كتير عن قبل كده، هتفتح العلبه هتلاقي التليفون، وتحت التليفون هتلاقي الورق والسيم كارد ايجكتور، الستيكر بتاع ابل، وبعدين هتلاقي هنا كابل، والكابل هنا مختلف عن قبل كده لان الكابل ده يو اس بي سي ليو اس بي سي، والماتيريال المعموله منه هي ماتيريال بريدد، المفروض انها تكون احسن من الكابل الرخيص بتاع ابل. بس الفكره في الكابل ده زي ما انتم عارفين الايفون 15 برو والبرو ماكس بيدعموا سرعه النقل العاليه يو اس بي سي 3، لكن الكابل اللي بيجي معاه ده مش يو اس بي سي 3. يعني انت لو عايز تستغل النقطه دي لازم تشتري كابل تاني مختلف يو اس بي 3 او 3.2. وغير كده انا كنت متوقع ان ابل لما تعمل ايفون بكابل يو اس بي سي هتفعل عليه الشحن السريع، لكن للاسف ده ما حصلش هنا، والايفون لسه بيشحن بالشاحن ال 20 واط زي ما هو زي التليفونات القديمه. لكن طبعا انا هجرب ان انا اشحنه بشواحن اعلى من ال 20 واط، هشوف اذا كان في فرق ولا لا. فما تنسوش تابعوني عشان تشوفوا نتيجة الاختبارات دي في فيديو المراجعة. بس اللي تقدر تعمله هنا والجديد ان انت تقدر تشحن مثلا الابل واتش بتاعتك، تشحن الايربودز، تشحن حاجات تانية بالكابل بتاع اليو اس بي سي ده عن طريق الايفون. ونيجي بقى للايفون باللون التيتانيوم الطبيعي. واول حاجه لاحظتها اول ما شلت التليفون ان التليفون اخف من الايفون 14 برو ماكس. وطبعا انت لما تمسك حاجه تقيله وتستخدمها كل يوم اي وزن اقل هيفرق معاك، وهنا التليفون اقل 19 جرام من الايفون 14 برو ماكس، وكل ده بفضل الفريم التيتانيوم بتاعه. ولما مسكت التليفون برضو لاحظت ان المسكه بتاعته بقت اريح من التليفونات اللي قبل كده، خصوصا من اول ايفون 12، لان الزوايا بتاعت الاطراف بتاعته بقت مدوره مش مضلعه زي قبل كده. هي طبعا مش مدوره زي الايفون 11 برو ماكس، لكن الانحناء البسيط في الاطراف بتاعت الفريم فرقت جدا معايا في المسكه بتاعت التليفون، فكده التليفون بقى اخف ومسكته اريح في الايد. وانا شايف ان اللون التيتانيوم الطبيعي هو احلى لون تجيبه من عائله الايفون 15 برو، لان اللون التيتانيوم ده هو اقل لون بيبان فيه البصمات. طبعا الفريمات اللي قبل كده الستانلس ستيل كانت بتلم بصمات بشكل مش طبيعي، ونفس الكلام هيحصل على الالوان التانية بتاعت التيتانيوم، لكن اللون ده اقل فريم بيبان عليه. وحاجه كمان انت لو خدشت التليفون ده فهو اللون التيتانيوم مفيش لون تاني هيبان تحته، لكن لو خدشت لون من الالوان التانية الكوتنج اللي عليها هيتشال وهيبان اللون التيتانيوم ده تحتها. واللي خدت بالي منه برضو لما قارنته بين الايفون 14 برو ماكس، حجم القطعه بتاعت الكاميرات نفسها ما اتغيرتش عن الايفون 14 برو ماكس. وانا شايف يعني يمكن دي الاضاءه يمكن لون التليفون، بس انا حاسس انها صغرت شويه عن قبل كده. لكن طبعا لما تشوفوا فرق حجم الكاميرات ما بين الايفون 13 والايفون 12 والايفون 11 فرق كبير جدا ما بينهم. والحاجه برضو اللي خدت بالي منها طبعا ودي حاجه معروفه في التليفون خصوصا في النسخه بتاعت البرو السنه دي، هي الاكشن بutton. الاكشن بutton ده والاول مره اتغير عن الميوت سويتش من ساعه اول ايفون نزل. وهنا الاكشن بutton تقدر تخصصه في الاعدادات زي ما انت عايز، ممكن تخليه مثلا يفتح الكاميرا ويفتح لك مثلا حاجه معينه في الكاميرا مثلا البورتري، ممكن تخليه مثلا يفتح لك الفلاش لايت، وممكن تستخدمه برده زي ميوت سويتش ويفعل لك وضع الصامت. وانا في استخدامي مثلا مع الايفونات اللي قبل كده انا دايما بستخدم موضوع الميوت سويتش، لان انا في اوقات ببقى محتاج التليفون يبقى سايلنت، وفي اوقات مثلا ببقى في الشغل او في مكان ببقى محتاج ان انا اسمع التليفون، لكن كتير جدا الوضع بتاعه بيتغير من غير ما اخد بالي، سواء مثلا اللي طلع من الجراب سنه فغير الوضع بتاعه. لو انا استخدمته على الوضع الصامت الاكشن بوتن هل الوضع بتاعه هيتغير من غير ما اخد بالي؟ هل هو مثلا الضغطه اللي انا محتاج ادوس عليها عشان اغير الوضع بتاعه كفايه بحيث انها ما تتعملش عن طريق الخطا؟ طبعا كل ده هجربه اكتر مع الاستخدام اليومي. واول ما فتحت التليفون وشغلت الشاشه اول حاجه لفتت انتباهي هي الحواف بتاعته اللي حوالين التليفون. الحواف هنا بقت اصغر بشكل ملحوظ عن الايفون 14 برو ماكس، ويمكن هنا خلى التليفون شكله عصري اكتر وشكله احلى، يعني هو شكله احلى ان انت تبص عليه وتستخدمه، لان الحواف قبل كده كانت فعلا تخينه. واللي عجبني هنا ان الحواف متساويه من الاربع جهات، ودي حاجه كويسه جدا وحاجه صعب ان انت تلاقيها في تليفونات كتير. وطبعا كان لازم اختبر الايفون 15 برو ماكس وال14 برو ماكس على جيك بنش
واشوف فرق السكور ما بينهم. وكانت النتيجه في السنجل كور الايفون 15 محقق اعلى ب 266 نقطه، وفي المالتي كور محقق نتيجه اعلى ب 314 نقطه. طبعا الفرق ما بينهم هنا يعتبر بسيط، لكن لما جيت عملت اختبار للجي بي يو هنا بقى كانت المفاجأة. الايفون 15 برو ماكس حقق نتيجة اعلى ب 4476 نقطة، وطبعا ده فرق كبير جدا ان هو يحصل من سنة لسنة، وكل ده بفضل الاي 17 برو. ومن الحاجات اللي هم ركزوا عليها في المؤتمر ان الاي 17 برو تقدر تديك تجربة جيمنج بتاعة كونسولز، وهينزل عليها اللعب بتاعة الكونسولز عليها، مش نسخة مخصوصة للايفون، لا هي نفسها نسخة الكونسول هتنزل عليه. ومن اللعب دي لعبة اساسنز كريد الجديدة اللي لسه هتنزل، لعبة ريزيدنت ايفل ذا فيليج، وفي لعبة ريزيدنت ايفل تانية، بس اللعب دي لسه ما نزلتش على الايفون، بس المفروض انها تنزل على اخر السنة. طبعا مش هقدر اتكلم بالتفصيل عن الاداء بتاع التليفون والبطارية بتاعته، لكن انا هديكوا انطباعاتي والتجربة بتاعتي بعد اول يوم استخدام، لان انا دي من الحاجات اللي قلقتني وانا بستخدم التليفون، وهركز عليها اكتر في فيديو المراجعة. بعد اول يوم انا استخدامي طبعا النهارده للاسف كان يومي طويل، وكنت في مكان بعيد جدا في نص الصحراء، الجو كان حر، وكنت بشغل التليفون اغلب الوقت على الجي بي اس واغاني وفيديوهات بودكاست، فكان استخدامي تقيل جدا. التليفون انا كنت بادئ الصبح الساعه 7 الصبح البطاريه كانت 100%، وصلت الساعه 3 العصر التليفون كان نزل ل 15%. طبعا انا كان استخدامي كتير جدا وتقيل جدا في اليوم ده، فانا مش هقدر احكم عليه، وخصوصا مع الجو الحر وكل ده بيأثر. تاني حاجه خدت بالي منها ان التليفون كان شغال معايا كويس جدا، الاداء بتاعه كويس مفيش اي حاجه، لكن بعد ما البطاريه نزلت لحد 18% بعد ما بقت اللي هي اللو باور مود، التليفون انا حسيته بيعلق ومهنج، والاستجابه بتاعته كانت بطيئه. طبعا خلي بالكم انا بقول انا كنت في صحراء، انا في وسط الصحراء، الجو كان حر جدا، البطاريه كانت نزلت، ده اول يوم برضو مع استخدام التليفون. تحديث سريع عن موضوع البطارية، تاني يوم انا استخدمت التليفون كان استخدامي عادي وفي جو عادي، جو حر عندنا يعني، بس ما كنتش في صحراء. بطارية التليفون كملت معايا لحد اخر اليوم، لحد الساعة 1 بالليل، لحد ما وصلت ل 15 او 10%. بس انا برضه هتابع موضوع البطاريه عشان فيديو المراجعه. والناس اللي مهتمه بالكاميرات طبعا ما تنسوش تابعوني عشان ما يفوتكوش فيديو مقارنه الكاميرات بينه وبين الايفون 14، واكتبوا لي تحت في الكومنتس لو عايزين ان انا اقارن بينه وبين ايفونات قديمه مثلا 13 او 12 او 11، اكتبوا لي تحت في الكومنتس، ممكن اعمل فيديو زي بتاع السنه اللي فاتت. لكن انا حابب اتكلم عن كذا نقطه عجبتني ولفتت انتباهي في نظام الكاميرات. طبعا زي ما انتم عارفين نسخه ال 15 برو ماكس بس هي اللي فيها الكاميرا التليفوتو الجديده اللي هي الخمسة اوبتيكال زوم، ودي بتعادل عدسة 120 ملي. وطبعا كل ما المدى بتاع الزوم بيكبر كل ما العيوب بتاعة الثبات بتاعة الكاميرا بتبان اكتر. وهنا هم عملوا الجيل الثاني من السنسور شيفت، يعني السنسور هو متثبت، لكن الفرق بينه وبين الجيل الثاني والجيل الاولاني ان الجيل الاولاني كان بيتثبت على الاكس اكسس والواي اكسس على جهتين، لكن هنا متثبت على الثلاثه اكسس اكس واي وزد، فالمفروض ان الثبات بتاعه يبقى احسن والاداء بتاع التليفوتو يكون احسن. وكمان نفس الجيل الثاني بتاع السنسور شيفت ده متطبق على الكاميرا الرئيسيه، والكاميرا الرئيسيه هنا برضو من 48 ميجا بكسل، لكن المفروض ان هو السنسور بتاعها اكبر. واللي عجبني ان هما استغلوا السنسور الكبير ده بطريقه عبقريه وعجبتني جدا، ان هما زي ما انتم عارفين السنه اللي فاتت كنت تقدر تصور صوره 1x و2x بالكاميرا الرئيسيه، وده عن طريق كروب في السنسور نفسه بس بيديك ريزوليوشن كامله. لكن هنا هم قسموا الكاميرا الرئيسيه لاربع كاميرات مختلفه، 1x 1.2 1.5 وال2x، وده مش بيحصل نتيجه ان هم كروب في الصوره، كل ده بيحصل عن طريق ان هو كروب في السنسور نفسه. والاربع اوضاع هنا بيديك فيلد اوف فيو مختلف تماما، مش مجرد ان هو كروب في الصوره. ففعليا التليفون ده دلوقتي بيديك 7 اوضاع مختلفه للتصوير. لو حسبنا الماكرو ده اول وضع، الالترا وايد، ال1 اكس 1.2 1.5 ال2 تايم، وبعدين ال5 اوبتيكال زوم. وطبعا انا هختبر الكاميرات دي وهقارن بينها وبين ال14 برو ماكس، وهختبر الاداء بتاعهم عشان فيديو المراجعه، فما تنسوش تكونوا متابعين عشان في فيديوهات قويه جدا جايه ان شاء الله. وهنا الكاميرا الرئيسيه بقت بتصور صور 24 ميجا بكسل، وتقدر تغير الموضوع ده في الاعدادات، ممكن تخليها صور 12 ميجا بكسل، وطبعا كمان ممكن تخليها تصور صور 48 ميجا بكسل مش روم. لكن نفس التحديث ده نزل في الايفون 14 برو ماكس على الاي او اس 17، وتقدر تختار صور 48 ميجا بكسل سواء رو او صور عاديه. اكتر ميزتين انا متحمس لهم في نظام الكاميرات هي دلوقتي ان هو يقدر يصور صور عاديه بالدبث انفورميشن عشان تقدر تحولها لبورتري بعد كده، ودي حاجه كانت دايما بتخليني محتار وانا باجي بصور مثلا
حد او باجي بصور في مناسبه، طب اصور صور عاديه ولا صور بورتريه؟ طب انا خايف اصور صور بورتريه الاداء بتاعها يبقى وحش، بس انا عايز صور عاديه، فبلاقي نفسي بصور صور عاديه وصور بورتريه لنفس الشخص في نفس الفيلد فيو عشان يبقى عندي الاثنين واشوف ايه احسن واحد فيهم. لكن دلوقتي تقدر تصور صور عاديه لشخص او حيوان قدامك، وبعد كده في الاعدادات او في الايديت بتاع الصوره تقدر تحولها لبورتريه. فانت دلوقتي عندك الاوبشن ان الصوره تبقى عاديه وبورتريه من غير ما تقعد تفكر كتير وانت بتصور، ودي حاجه عجبتني جدا. تاني حاجه ان انت تقدر دلوقتي تصور فيديوهات برو ريز لوج فورمات. لوج فورمات ده يعني الصوره بتبقى فلات، ما فيهاش معلومات الوان، ما فيهاش وايت بالانس، كل ده تقدر تعمله في المونتاج بتاعك، ودي حاجه عجبتني جدا لان دايما كانت نقطه ضعف التليفون خصوصا في تصوير الفيديو ان الوايت بالانس بتاعه بيتغير بشكل كبير جدا في نفس المشهد وفي تحت نفس الاضاءه. فبالشكل ده تقدر تستخدم التليفون ككاميرا فيديو احترافي وتديك صوره كويسه جدا. وطبعا الوضع ده انا هختبره وممكن اعمل فيديو مخصوص عنه، واكتبوا لي تحت لو حابين تشوفوا حاجه زي دي. ودي كده كانت انطباعاتي وتجربتي الاوليه ورايي في التليفون. انا بصراحه شايف ان الايفون 15 وخصوصا ال 15 بلس هو احسن تليفون كقيمه ممكن تجيبه، لان انت بتاخد المعالج بتاع السنه اللي فاتت، الشاشه اموليد دايناميك ايلاند، وحتى كمان بتاخد الكاميرا الرئيسيه ال 48 ميجا بكسل بتاعه الايفون 14 برو والبرو ماكس، وكمان فيها نفس الخواص بتاعه السنه اللي فاتت ان انت تقدر تستخدم الكاميرا الرئيسيه ان انت تصور صور 1 اكس وكمان صور 2 اكس. ففعليا الايفون 15 وال 15 بلس فيهم كاميرتين لكن بثلاث او اربع اوضاع، الماكرو، الالترا وايد، ال1 اكس وال2 اكس. فانا شايف ان هي بقت تجربه كويسه جدا. ناس كتير كانت بتتردد عشان موضوع ان هو ما فيهوش 3 كاميرات، لكن دلوقتي بقى فيه 3 كاميرات فعليا. ويمكن الفرق الوحيد ما بينه دلوقتي وبين ال14 برو ماكس هي سرعه تردد الشاشه العاليه، وفعليا معظم الناس مش هتاخد بالها من الفرق ما بينهم، سرعه تردد الشاشه العاليه وسرعه تردد الشاشه ال 60 هرتز، خصوصا الشاشات بتاعه ابل لان الاستجابه بتاعتها سريعه جدا. فهتديك تجربه سلسه، تجربه ممتعه جدا، تجربه فلاج شيب بس بسعر اقل. واكتبوا لي ايه رايكم تحت في التعليقات، هل انتم متفقين معايا في رايي ولا لا؟ واكتبوا لي كمان اسئلتكم اللي انتم عايزيني اجاوب عنها في فيديو المراجعه، فيديو مقارنه الكاميرات، واي حاجه تانية. ما تنسوش تعملوا لايك لو الفيديو عجبكم، تابعوني عشان ما يفوتكوش الفيديوهات الجايه. ان شاء الله اشوفكم الفيديو الجاي. السلام عليكم.